السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم أو مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وحشتوني أمارات من آخر فيديو لحد النهاردة. إن شاء الله النهاردة هنصور جزء من مشتريات الشهر بتاعتنا. بصوا يعني أنا هسميها مشتريات شهر، بس هي طبعا على حسب ما بتقعد معانا. بصوا مبدئيا كده ربنا يرحمنا، الاسعار بدأت تطلع تاني. انا مبدئيا رحت اوكازيون عشان اشوف اذا كان عامل عروض او حاجة، فلقيته عامل عرض على مكرونة الملكة، كانت عاملة 22 جنيه كيلو. و كيلو السكر ده كان بيبيعه ب27، بس ليكي كيلو واحد بس متاخديش تاني. وكان نفسي في البامية صراحة، انا معرفش النوع ده فقلت هجيبها اجربها. كانت عاملة 15 جنيه تقريبا، مش فاكرة الاسعار قوي والله. ورحت بقى لبتاع جملة، جبت من عنده ازازة الزيت الكيلو صافي ب60 جنيه. وعلبة السمنة الأصيل دي كل شكر فيها فقلت هجيبها اجربها. هي يعني بيتقال عليها 2 كيلو، بس هي كيلو ونص صافي ب110. نيجي بقى على أسعار الخضار، هي دي اللي الحمد لله نزلت شوية. البطاطس ب12 ونص، ما شاء الله حلوة جدا وزي الفل وتحمير. البسلة عند ناس ب25 وعند ناس ب30. انا كنت جايباها ب25، حلوة جدا ما شاء الله وزي الفل. بس عشان ده الزرع بتاعهم، يعني هو المحل قال لي كده، يعني ده الزرع بتاعتنا فعشان كده بنبيعها ب25. الليمون ب16 جنيه، الجزر ب5 جنيه، الطماطم ب6 ونص، البتنجان الرومي ب5 جنيه. ده التموين يا بنات. اخواتنا العرب ما يعرفوش يعني ايه تموين. التموين دي حصة كده الحكومة بتصرفها لنا. بس الله المستعان، يعني في المقطع ده انا النور كان قاطع، ربنا يرحمنا عشان خلاص النور بقى يقطع كل يوم. انا مثلا 6 افراد بيصرفوا لي فردين بس، فباخد ازازتين زيت واتنين سكر واتنين مكرونة. وكنت بوريكم الفرق يعني من ازازة الزيت اللي انا شاريها ب60 جنيه، ودي ازازة الزيت في التموين ب30 جنيه. جبت هنا برضو نص كيلو حلاوة ب40 جنيه. وفي مشتريات تانية واحنا بننظم الحاجة هقول لكم على اسعارها. بجد والله مستغربة قوي من غلاوة الاسعار دوت. يعني المكرونة انا اخر مرة كنت جايباها ب18 جنيه، لقيتها طلعت ل20 و23، وفي مناطق وصلت ل25 و26. ربنا يرحمنا يا رب برحمته. الجبنة دي يا بنات قلتلكوا عليها كذا مرة بالكيلو. الكيلو وصل دلوقتي 48. يعني هو كل شهر بيغلى كده ايه 2 جنيه. ثابتة من الشهر اللي فات على 48 والشهر ده. فالقطعتين بقى بيبقوا على حسب ما بيوزنوا، كيلو وشوية كيلو بالظبط، على حسب يعني على حسب حجم القطعة ذات نفسها. طبعا قلت لكم في فيديوهات قديمة قبل كده ان انا لما بناخد الاجازة بستغل اللانش بوكس، ما بركنهوش بقى في الظرف والكلام ده كله، بتعامل معاه معاملة علب تلاجة بالظبط، بحط فيها الحاجة بتاعتي وبحطها في التلاجة. حبيت افضيها بقى كده. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات حلوة جدا. والفيديو دوت كنت فرست معاكم البسلة والفاصوليا والبصل. بس لقيت الفيديو طويل جدا فقلت لا خلاص هقسمه علشان ما يبقاش طويل يعني عشان مش كل الناس يعني بتحب الفيديوهات الطويلة وكده. طبعا نزلت اول الشهر دي بالنسبة لي انجاز. بصي يا بنات، الرز عندي بيبدأ من 28 29 30. طبعا ده من عند العطار، لكن في الاوكازيون حتى العرض كان ب30. بقية المحلات ب30. فانا جبت البلدي الوسط كان عامل 29، والشعرية ب20.
جبت كيلو برضو، والرز جبت 3 كيلو. زي ما قلت لكم يا بنات، انا اول الشهر دي اساسيات عندي لازم بجيبها، تقعد معايا بقى على قد ما تقعد. طبعا كل شهر واستهلاكه يعني، في شهر الحاجة ما شاء الله بتقعد معانا، في شهر الحاجة بتخلص على طول، يعني على حسب كل حاجة. جيت هنا المقطع بقى دوت اتحذف مني. آه يعني فضيت بقى كل طقمة التوابل وغسلتها معاكم، وغسلت برضو المنظمات اللي حطينا فيها المكرونة والحاجة، هيجي المقطع ده معانا بس للأسف اتحذف. طبعا الناس اللي بتنزل كل يوم ما بيفرقش معاها النزلة دي بتاعت اول الشهر، لان كده كده كل يوم بيجيبوا حاجتهم، ما عندهمش مشكلة. حد زيي انا ما بحبش انزل هنا خالص خالص، يعني يكاد يكون بنزل بالعافية اليوم ده اصلا. بس بيبقى صراحة هدى، يعني افضل اجيب في طلبات واجي اجيبها البيت وارجع تاني اكمل بقية الطلبات وارجعها البيت. تعبت خالص بقى بكمل تاني يوم. لكن ان انزل كده كل اسبوع اجيب حاجة او كل يومين اجيب حاجة، للأسف مبعرفش اعمل كده هنا خالص. أم، ربنا يبارك بقى في بناتي، خلاص كبروا الحمد لله، فبقدر بقى اعتمد عليهم في الحاجات الخفيفة. يعني مثلا اتزنقت في حاجة مش موجودة عندي، هنا طبعا حوالينا كل حاجة، فبيروحوا هم يجيبوها لي. لكن النزلة بتاعت اول الشهر دي لازم انا، وكمان باخد حد معايا عشان ما بقدرش اشيل الحاجة وكده. في فيديو ان شاء الله صورته، بس لسه همنتجه قوي جدا لمجموعة منظفات. جبت الشهر ده كمية منظفات حلوة جدا، تقعد معايا بقى ان شاء الله كام شهر كده قدام، هتنفعني بقى في حاجات كتير قوي بإذن الله. الفيديو هيعجبكم، وفي أفكار حلوة جدا، وفي أفكار لمشاريع لو حد حابب بقى يعمل مشروع من البيت، هتنفعه قوي الفيديو دوت، يعني بإذن الله بإذن الله هيعجبكم. طبعا أنا هنا بعد ما غسلت الحاجة أنا شفتها كويس جدا، وهرجع أفضيها تاني. هنا بقى يا بنات انا كنت شايفة ان الكوفي كورنر اللي انا عاملاه مش مستغليه خالص، مجرد ديكور مش اكتر. وانا عندي دولاب المطبخ صغير جدا ما بيشيليش حاجة، بيبقى عندي ازمة صراحة كل اول شهر ان انا مش عارفة اشيل حاجتي. فهتلاقوني كل شهر كده، اول شهر يعني لازم اشقلب حاجة، اغير حاجة، اعمل حاجة عشان احط الحاجة. منها اني تغيير للنفسية وتغيير لعينينا، ان احنا جددنا حاجة او غيرنا مكان حاجة من غير ما نشتري حاجة يعني. وفي نفس الوقت يعني ايه بنستغل مكان عن مكان. هنا شلت بقى كل المجات والحاجات اللي انا كنت حطاها وغسلتها وحطيتها في مكان تاني، وقلت بقى ايه الشهر ده هطلع بقى التوابل والحاجات دي وارصها في المكان هنا. هو على الرخامة وجنب البوتاجاز فشغال برضو، حتى انا لما صورتهولكوا قلتلكوا بقى عايزين تستعملوه كافي كورنر تمام، عايزين تستعملوه ارفف للتوابل تمام، هيشتغل معاكي زي ما انت ما عايزة بالظبط. يعني الازازتين الكبار دول للزيت والخل، وبقية الارفف بقى التوابل بتاعتي. هنا بقى بفضي معاكم بقية المكرونات. زي ما قلت لكم يا بنات المنظمات دي حلوة جدا جدا، خصوصا لو بتشتري حاجتك سايبة. يعني لو بنشتري حاجتنا اكياس كده هقولك ماشي هترصي الاكياس فوق بعض، مع انه والله برضو بتتزحلق يعني، بس هنقول احسن ما بنشتري بقى بالكيلو كده. بس معرفش يا بنات المعلومة دي يعني لو غلط صححوها لي. هنا بصوا انا لما فضيت المكرونة هي مكتوب عليها كيلو، بس بصوا لما انا فضيتها في المنظم، يعني لو تفتكروا الشهر اللي فات لما كنت بفضي معاكم المكرونة كان بتملى المنظم بالظبط الكيلو. طيب ما دوت برضو مكتوب عليه كيلو، لا حاسه كيلو الا ربع، مش حاسه كيلو خالص. الاسباجيتي ماشي تمام، نفس الكمية اللي انا بجيبها بالكيلو، لكن المكرونة مش عارفة، او ممكن انا بقى اللي متلخبطة مش عارفة والله، بس انا استقلتهم مش عارفة ليه.
بيني وبينكم يعني. يلا يا بنات نذكر الله كده. بصي بقى يا بنات، سهلوا عليكم الدنيا يعني. بصوا، اي منظم يفضل عندك اغسليه على طول. اي علبة خلصت اغسليها على طول، ما تسيبيهاش لحد اول الشهر وتيجي تقولي يعني انا المرة دي عملت كده فحسيت لا بمجهود. يعني انا ما كنتش غسليهم، انا لما فضيوا سبتهم وقلت قبل ما هنزل اجيب حاجتي هغسلها. فجيت مع يعني نزلت فجأة وما عرفتش اغسلهم قبل ما انزل. بقيت يعني تعبانة من جيبان الحاجة، لاني بقول لكم انا بجيب كل الحاجة دي مرة واحدة وبفضل رايحة جاية، فبيبقى مجهود شوية صراحة وانا مجهودي قليل شوية. آم، والحاجة بقى متكركبة حواليا في المطبخ، وعايزة اغسل المنظمات وعايزة ارص الحاجة، فبصراحة لا الموضوع كان صعب قوي. يعني لما نعمل الحاجة من قبلها ونظبط دنيتنا من قبلها بتسهل علينا كتير جدا. طبعا يا بنات المنظمات دي قمر 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 قمر، بتحافظ على الخضار لحد اخر قطعة. والله يا بنات مش مبالغة، لآخر قطعة. يعني انا لو تلاجتي كبيرة شوية انا هجيب منهم تاني واملى التلاجة كلها منظمات. بس طبعا انتوا عارفين يعني ان تلاجاتنا مش كبيرة، فيدوبك اللي هي يدوبك بنحط الاساسيات كده فيها، ونكون بقى بنحط بقية الحلل وبقية علب التلاجة الجبن والحاجات ديت، والحمد لله. طبعا انا اتصدمت من اسعار النت اللي غليت، ربنا يستر. اللي نزلت اعلان رسمي شركة وي. الحمد لله انا مش وي، بس ربنا يستر يعني بقية الشركات ما تعملش زيها. هتبقى صدمة بجد. يعني انا عن نفسي مش عارفة انا ممكن اعمل ايه لو غلي بالطريقة ديت. كروت الشحن غليت، المترو غلي. بجد في حاجات كتير قوي غليت على دخول السنة. يا جماعة رفقا بينا بقى شوية، يعني ارحمونا شوية من غلو الأسعار. احنا بنسمع ان في قرارات نزلت اني لا هنقلل الأسعار، لا معرفش ايه، لا ايه، ومفيش حاجة من الحاجات دي بتحصل خالص خالص. بالعكس كل حاجة عمالة تزيد 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 تزيد. يعني انا لسه منزلتش جبت اللحوم، مش عارفة الأسعار الشهر ده هتبقى ايه. فربنا يرحمنا برحمته يا رب، يعني ارحمونا شوية بقى من الأسعار. والله الواحد بيتحرق دمه لما بينزل يجيب الحاجة. يعني مش عارفة صراحة صوتنا بيوصل ما بيوصلش، بس المفروض يعني ان هم يحسوا بينا. فالحمد لله على كل حال، وبكده الفيديو بتاعي يكون انتهت.